السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى جبت لكم إيه؟ أكيد طبعا معظمكم عرف إن أنا أدام قلب البوتاجاز يبقى بعمل هنا إيه؟ طبعا بعمل هنا بخلل الفسيخ. طبعا الفسيخ من المخللات اللي لا غنى عنها طول السنة. أنا بحب أعمل الفسيخ، وآخر مرة عملته معاكم كان السنة اللي فاتت تقريبا يعني، وكان طعمه حلو وكان جميل. انا بعمله على طول عامه باستمرار و... وان شاء الله يعجبكم. الطريقه بتاعته سهله وبسيطه، ما فيهاش اي تعقيدات. سهلي على نفسك كل حاجه، حتى لو هتجيبي سمكيه واحده وخليليها في البيت زي ما يطلع وزنها، جيبيها كبيره اكبر حاجه وتكون حلوه، وخلي الراجل هو ينقهولك حاجه كويسه، عشان مش كله بينفع. في بيبقى للشوي وفي بيبقى للتخليل. وان شاء الله طريقه تكون سهله وبسيطه. بص، انا سبت الراجل بصراحه نقهولي، مش انا اللي نقيته، بس والله السمكيه انا سبتها يومين من غير ما اخللها وكانت تحفه. سبتها لتاني يوم، سبتها يومين وبعدين خللتها التالت. لا، غسلتها التالت وبعدين عملتها. يعني انا ما كنتش فاضيه بصراحه اعمله، وكان عندي كام حاجه تانية كده بعملها، فبصراحه قلت اسيبه شويه. فللامانه والله السمك ادام طازه بيقعد معاكي. وكمان انا كنت سايباه في التلاجة، ما كنت سايباه بره التلاجة. السمك ادام طازه بيقعد، ما بيجرالوش اي حاجه. وانا هنا حطيته كده بالشكل ده يتصفى في المصفى، وبعد ما اتصفى كنت غسلاه، وبعد ما غسلته كده تحت الحنفيه حطيته كله مع بعض. جبت حته قماشه انا مش عايزاها وهستغنى عنها، عشان المناديل بتهدر معايا، بتبهدلي بصراحه ايدي. قلت القماشه هتشرب الميه على طول اسهل يعني. اي حته قماشه او قطعه من القماش انت مش محتاجاها، مستغنيه عنها، استخدميها وارميها، عشان طبعا هيبقى كلها زفاره، مش تنفع تاني يعني بصراحه. فانا كده كده مش هحتاجها في حاجه تاني واستغنى عنها. فان شاء الله انا بصوا بنضفها، لو في اي حاجه جواها ما نتفتش بالميه الجاريه انا بنضفها بايدي، ما فيهاش اي مشكله. المهم ان هي تكون نظيفه، ما يبقاش فيها اي حاجه من يعني تيجي بتبقى جوه السمكيه كده في حاجات ناعمه كده ولزجه كده، دي كلها لازم تتشيل. وبيبقى في الخياشيم برضو، عشان خاطر السمكيه لو هي فيها كل الحاجات دي مش تبقى كويسه معاكي، وتبقى ليها ريحه وحشه. بصي بقى، حابه تخليلي بملح بس، حريه شخصيه. حابه تخليلي بملح وشطه بس، حريه شخصيه. حابه حريه شخصيه، اللي انت حابه تاكليه، اللي انت بتاكليه كده او بتحبي تعملي الطريقه دي. كل واحد حسب ما بيحب. انا بحب احط كركم وكاري، في ناس بتحب تحط كاري بس، في ناس بتحب كركم بس. انا بحط الاتنين عشان ما لخبطش نفسي. انا بحط الاتنين، والاتنين كده كده مش بقصروا، بس هما افادتهم هنا ايه. بحط ملح عادي مش ملح خشن. انا عن نفسي متعوده بعمل بيه، اللي متعود يعمل بالملح الخشن يعمل، بس انا متعوده احط الكركم والكاري والشطه مع الملح العادي. مش بيطلع حراق على فكره ولا بيطلع حادق، بيطلع ملح مظبوط، بالعكس ده بيطلع دلع. يا رب بس تكونوا الطريقه واصله لكم بتاعه الكبس بتاع الملح. انا هنا بحشي الخياشيم، وبحشي كمان بحشي الخياشيم وبظبطها كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا بعمل كل التركات دي سهله وبسيطه يعني، سهلي على نفسك. اي حاجه تقدري تعمليها سهلي على نفسك، عشان خاطر ما تصعبيش الامور لنفسك يعني. الدنيا سهله مش مستاهله. الاكل ده يعني هنجيبه من بره غالي، يعني ما يوصل كيلو الفسيخ ب 400 جنيه ولا ب 450 جنيه. امال على الايد هيبقى بكام؟ في الموسم بتاع شم النسيم هيبقى بكام؟ هيبقى 200 جنيه ب 1000 جنيه مثلا، ولا ب 500 جنيه؟ طب وليه؟ وليه يعني؟ ما انا اقدر اجيبه في البيت. غالي، سعره غالي، بس هو ده وقت تخليله. في رمضان بيبقى هو ده وقت تخليله. عايزه تخلليه وتشيليه لشم النسيم، خليليه بعد 10 ايام طلعيه هيكون استوى. هنا عدي كان بيلعب فرحان وبيلعب بالسمكه، بيحط ايده عليها. وهنا بقى
كان عشان عدي طبعا بيعشق الفسيخ. هنا بقى بملس عليها ملح من بره ومن جوه، يعني بمسح ايدي كده بالملح من بره ومن جوه، بيكون جميل جدا. بصوا الطريقه دي، انا بحط صباعي كده وبسند كده بيه، بفتح الجنب بتاع الخياشيم، الجناب بتاعه السمكه، والجنب التاني هم دول بس اللي بيتحط فيهم ملح. في ناس بتفتح السمكية وتخللها من جوه وتسيبها، لا، السمكية ما ينفعش، هي احنا عرفنا ان هي بتتخلل مقفول، يبقى نعملها مقفول. فبنيجي نشتريها بناكلها وهي مقفول، وبننضفها ونفتحها وناكلها. وهنا بقى انا حطيت بقى الاسترتش، لف الاسترتش زي ما انت عايزه. بصراحه انا كنت بحط شنط كتير، وكنت بلف انا قلت هلف كل واحده لوحدها، المره دي مش هلفهم كده. بس بصراحة استسهلت، حطيت كله مع بعضه، كله كده كده سمك واحد ومقاس واحد، يعني مقاسه قريب من بعض خالص، حتى لو في اختلاف هيبقى حاجة بسيطة، جرامات مش اكتر يعني. بس فهي الطريقة دي حلوة وجميلة جدا. انا جبت البوري ب220 جنيه، بس كان جميل بصراحة يعني. السمكية ناشفة في ايدي، مش منفوخة، وكانت حلوة جدا. نوع السمك يا جماعة والله بيختلف في التخليل، وطريقة واحدة حتى لو هتعمليه بملح، التخليل طريقته واحدة حتى لو هتعمليه بملح بس، لكن السمك هو اللي نوعه بيفرق. هتشوفوه بعد ما افتح عليه، عشان انا لما بفتح عليه من غير ما بصوره معاكم بترجعوا تسألوني الطريقة فين. اهي الطريقة اهي، وهنفتحه مع بعض، وهذكركم بالفيديو ان شاء الله. اشوفكم على خير. ولازم لازم لازم السمك بعد ما يتقفل تحطيه على طول على طول في الطبق. بصوا انا بوريهولكوا هنا، مش مجريه المقطع ده تاني، كررتهولكوا عشان تتاكدوا كمان ان هو مقفول كويس من كل الجوانب. الاسترتش بيقفل السمك كويس وما بيدخلش فيه اي هوا. وكده حطيته في طبق، وهركنه بقى فوق المطبخ، تحت المطبخ.